يس، حليب ويا وجبة الأكل. سياكلوا فلافل. فلافل. Exit left. Continue straight. Turn right. You have reached your destination. مالمو، المدينة اللي عشت بيها 10 سنين. You have reached your destination. رجعت للسويد بعد غياب طويل، والسبب هو الأكل. ومو لأنه الواحد بالسويد معناتها ماكو أكل عربي، لا بالعكس. طبعا 14% من سكان مالمو نقول أجانب، يعني من غير جناسي مو سويديين، ومن هذول 14% أكثرهم عراقيين. فإذا أنتم من عشاق الأكل العربي والفلافل والشاورما والكنافة، هاي أحسن منطقة للأكل العربي. فالمغترب اللي بالسويد ما يحس نفسه غريب، لأنه كل المواد الغذائية العربية متوفرة. يعني هذا المكان مثلا يبيع الخضروات العربية اللي ما نلقاها بالسوبر ماركتات السويدية. وجود العرب أثر على السويديين هواية، فصارت الفلافل وجبة رئيسية مو بس عند العرب، عند السويديين همين. ياكلون فلافل. One dish that could represent Sweden. Well, it's meatballs and potatoes. Köttbullar och potatis. وبما إنهم ياكلون فلافل، فقلت أسألهم هالسؤال. Would you choose köttbullar or potatoes or falafel? فلافل. إذا أسألكم هل تعرفون أي شيء عن الأكل السويدي؟ يا ترى هل راح يخطر ببالكم أي شيء؟ I don't think so. أول شي سويته نزلت للشارع السويدي وسألت السويدين بنفسهم هذا السؤال. شنو الأكلة المفضلة اللي يحسون تجسم السويد؟ Meatballs. Meatballs again. يلا بينا. طبعا بعد ما سمعنا ميتبولز لازم اخذكم وياي الايكيا، يس محل الاثار. وطلبت شوتبولار مو بطاطس موسى. نصيحة اللي يريد يجرب الاكل السويدي يروح الايكيا. عندي أكلات سويدية مفضلة من طفولتي، فاتصلت بصديقة الطفولة اللي صار لي سنين ما شايفتها، وحبينا ناخذ جولة سوا. فقررنا نسوي تشيك إن بغير لوكيشن ونتغدى هوبفلي أكل سويدي. هنا الأكل يكون فريش، خاصة السمك. This place is mostly based on like local food. So المواد الغذائية تكون فريش جاية من المدن اللي بالبلد. ريحة الأكل بالمكان فريش، و I couldn't wait إنه أقعد وآكل شيء صدق فريش. فأني وهيلينا عجبنا هذا المكان، وقررت أطلب هذا الطبق. وجبة اسمها رايت مكة اللي هي حاجة جميلة جدا، وعليها روبيان وعليها زلاطة وخبزة اللي جوا مثل التوست، مثل it's like you know. Yeah. What did you get? So it's salmon cooked with some beetroots. السمك اسمه سالمون، وشفتوه اكو مثل الفاصوليا خضراء وشونذر احمر، روعة. الأكل صحي شوية، maybe too much صحي. I think what's very Swedish is no seasoning. I mean, this fish is delicious, but it's not salted. It's no seasoning. True. It's no pepper. Everything is you can also make cake out of it. طبعا أكلها أطيب من أكلي. We were exactly here, like how many years ago? 17 years ago? When we were 11. Yeah. And we were like walking around this area with our teachers, and we draw the houses. We were like drawing. Yeah, there were no buildings here. It was like a theme park. It felt like a theme park. The first thing they built was this one. True. Turning torso. Yeah. It's the highest building in Scandinavia, I heard. Yeah, I think so. For a long time it was. And it's like the shortest building in Dubai. Yeah. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك، شير وسبسكرايب، وروحوا تابعوا قناتي ومغامراتي.